بسم الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. الملائكة تشهد قرآن الفجر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. البردين اللي هم الفجر والعصر، لأنهم في وقت برودة. أحبابي، صلاة الفجر، من صلى الفجر فهو في ذمة الله. نصلي الفجر ونبقى في حفظ الله طول اليوم. نقرأ القرآن في الفجر تشهده الملائكة. نصلي البردين ندخل الجنة. كام وصفة لدخول الجنة؟ اوعوا صلاة الفجر، إياكم وترك صلاة الفجر. أثقل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أثقل صلاة على المنافق الفجر والعشاء. ليه؟ لأن الناس كتير مش بتشوفني طول النهار، الناس شايفاني رايح جاي، ده راجل مصلي، ده راجل تقي، لكن أنا الفجر والعشاء ده في الضلمة، مفيش ناس كتير بتشوفني. دي بقى خالصة لوجه الله. المنافق بيبقوا تقال عليه: محدش هيشوفني، محدش هيعاتبني، محدش هيقول لي بتصلي ليه وما بتصليش ليه. طب فين الإخلاص لله سبحانه وتعالى؟ احنا بنعمل لله مش بنعمل للناس. الصلاة مفتاح الجنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، إن صلحت صلح سائر عمله. الصلاة يا أحبابي، نعلم ولادنا. احنا بنصحي ولادنا بدري عشان يذاكروا عشان الامتحانات، وما بنصحهمش لصلاة الفجر. بنصحى بدري عشان نجري على أشغالنا، وما نصحاش بدري نصلي ركعتين الفجر. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها. الدنيا مش مستاهلة، نلحق نجمع حسنات، ده الدنيا مزرعة للآخرة. بارك الله فيكم يا رب، وجعلنا الله من أهل القرآن وخاصته. جعلنا الله من أهل الفجر. جعلنا الله من أهل قيام الليل، من القائمون الصائمون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة.